حبيت عمي قبل الجواز، حبيته حب الجنون، حبيته لدرجة اني عملت معاه كل حاجة من غير ما يضيعني، وهو كمان حبني وكان نفسي اتجوزه. بس هو ينفع؟ ما كانش ينفع. علشان كده بعد ما اتجوزت فتحتها على البحر انا وعمي لحد ما حصل اللي محدش يتخيله. بس عايزة اقول لكم اني بحبه جدا ومستعدة كنت ادافع عنه. ب... ما تيجوا نسمع القصة عشان نعرف ايه قصة حب البنت لعمها والعم البنت اخوه. اهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. وقبل ما اقول اي حاجة تعالوا بينا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات ونسمع مشكلة النهاردة اللي شاغلة السوشيال ميديا وموجودة في دار القضاء للحل. كلنا عارفين ان دلوقتي اللي شغال محارم، الابن مع امه والاب مع بنته والاخت مع اخوها وحاجات كتير كده. لكن الترند اليومين دول ان العم مع بنت اخوه، ده هي دي اللي ناقصه بقى. تعالوا نسمع القصه بتاعتنا النهارده عن عروسه. العروسه دي اتجوزت بقالها 6 شهور. طول عمرنا نعرف ان شهر العسل ده ممتد لحد سنه. ايوه سنه. سنه على ما تفكري تعملي مشكله، على ما تفكري ان انت تتخنقي من حياتك الزوجيه، ان انت تفكري اصلا انك تخوني. لكن صاحبة مشكلتنا بتقول إن هي وهي بنت بنوت حبت عمها الصغير. عمها ده عنده 45 سنة في الوقت الحالي وهي عندها 22 سنة. بتقول كنت بحبه جدا من وانا عيلة صغيرة، وكان على طول يجي عندنا البيت، وانا كمان هو كان متجوز كنت بروح عنده. ابتدى يعمل معايا حاجات غريبة كده من ورا. حبيت الموضوع، محدش يقول لي ايه، حبيته. وحبيت عمي بجنون بجنون، وما بقيتش قادرة استغنى عنه. وهو كمان حبني. فكرنا اكتر من مرة نهرب ونسيب البلد ونعيش مع بعض احنا كده، ولا نتجوز ولا نضرب بطايق. بس كان ازاي؟ هو عنده بيت وعيال وانا كمان كنت لسه بنت والدنيا مشغلة والدراسة. خفنا من الفضيحة ومن ابويا ومن ده لما اكتشفوا اننا هربنا مع بعض. لكن عمي اللي كان على طول عايش معايا زي زوج، اروح له البيت ويجي لي عندنا البيت، وكان كمان شاطر قوي في الانجليزي، وكان على طول يذاكر لي انجليزي. ندخل الأوضة نقفل على نفسنا ونذاكر، وانتوا فاهمين بقى، فهمكوا كفاية. المهم قعدنا نذاكر في الانجليزي سنين لحد ما انا جالي عريس. كنت برفض على طول، لكن عمي قال لي لا خلاص مش هينفع ترفضي بقى، خلاص اقبلي، وبدل ما احنا كذا كذا من ورا نبدأ بقى ندخل الصح بقى. قلت له تمام. وافقت بالعريس اللي جالي اللي كان طيب جدا ومحترم جدا، وقلت اهبل هنضحك عليه. فعلا اللهبل اللي ضحكنا عليه ده ابتدى يحاول معايا، وانا عمي حبيبي كان بيجي يزورني ويقول لي عمك، اقول له روحي في عمي، ونقعد مع بعض انا وعمي بقى، ويجي وهو مش موجود كتير. وطبعا الناس كلها عارفة انه عمي، يعني مفيش اي حاجة ممكن حد يتخيل او يتصور انها تحصل. وتعالى يا عمي ومارس معايا الحياة الطبيعية، هي ممارسة جنسية كاملة في منطقة كلكم عارفينها. وابتدى عمي فعلا يعيشني وأعيش معاه في عالم تاني، أنا بحبه وهو بيحبني. كل ده وجوزي مقنطراه ومدياله طرشة، لحد ما ابتدى يقول لي أنا شايف كده إن عمي بيجي كتير قوي، هي إيه الحكاية؟ قلت له إيه، عمي وبيحبني وبحبه عادي. ما كنتش اعرف ان ساعتها الشك ابتدى يدب في قلب جوزي، وابتدى ياخد باله من حاجات غريبة، ان عمي بقى مفرط قوي في المجي. لقيته فجأة وبدون سابق انذار وبدون معرفة ابتدى يقول لي انا عمك مش عايزه يخش البيت. قلت له ليه؟ طلقني. قال لي عايزه تطلقي عشان عمك؟ قلت له ايوه طلقني، ما تمنعش عمي عني.
قال لي بس ابوكي ما بيجيش، واخواتك وامك وعمك ده اللي فارض في المجية على طول اي وقت في وجودي وغير وجودي. ازاي الكلام ده؟ انا عايز اعرف. المهم طنشت وقلت له طلاقي كوم ومجية عمي في البيتكم. ما كنتش برضو اعرف انه عامل لي كمين. وفعلا عمي بقى يجي عادي، لحد ما في يوم من الايام جوزي قال ان هو مسافر سفرية مقاولات لانه هو شغال مبيض محار، ولم شنطته وحاجته وقال لي ايه بالسلامة انا بقى، وتلات اربع ايام وجاي. قلت له ماشي، انت عايزتها فرصة عمي تعالى بات معايا وعيش. وعمي فعلا ما كدبش خبر، واول يوم عدى بسلام، زي ما يكون جوزي عايز يدينا الامان اكتر، لان عمي ما باتش اول يوم. تاني يوم عمي جه وقفلنا الباب وقعدنا، ودخل جوزي علينا لقانا في وضع صعب جدا. لقانا احنا الاتنين على السرير، هو قالع وانا قالعه وشغالين بقى نمارس. اول ما فتح الباب اتصدم، قال لي ايه ده انتي وعمك؟ قلت له ايه في ايه؟ ايه؟ عندي تعبان ونايم شويه. نايم عريان؟ وانتي؟ قلت له ايه عادي، كنت بغير هدومي قدام عمك وفي اوضه النوم وفي بيتي، وازاي وما ازايش لا 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 لا. جري جوزي علشان يجيب سكينه يطعن عمي. كان عمي اللي حاطط تبانجة مرخصة في جيبه أقرب من جوزي، جابها وطخ ضربه في دماغه. قعدت أصوت. وعمي قال لي بصي أنا ههرب أنا وانتي تقولي بقى الخطة اللي هم عملوها للهروب. الخطة اللي عملوها للهروب إن هو بقى هيهرب ويقول إن في وأنا أقول إن في ناس دخلت عليا تسرقني وتتهجم عليا. لقيتني جوزي طبعا جه يقاوم، راحوا ضاربين جوزي وعملوه اللي عمله. عمي هرب، وطبعا قعدت اصوت طبعا، والجيران اتلمت ايه قلت لهم ناس اتهجمت تسرقنا وضربوا جوزي بالنار، وقعد الناس يهدوا فيا ويعملوا فيا، وكل شويه يغمى عليا كل شويه يغمى عليا. المهم البوليس جه، وما ادراكوا بقى ما البوليس اللي بيجي بقى وشغال. قعدوا يمحصوا بقى. هنا بقى ايه القصه بقى؟ خلاص هننسى الزوجه وحكاويها، هنتكلم بقى، انا اللي هتكلم. طبعا البوليس الجميل والتحقيقات الرائعة بيدوروا على كل ثغرة، فضلوا يدوروا في الأوضة ويشوفوا. فلفت نظر راجل المباحث إن هي كل شوية تتكلم كلمتين وتقع، تتكلم كلمتين وتقع. فالارتباك والقلق اللي عندها ده من الصدمة شكوا فيه. خلاف انه دوروا في البيت لقوا ان البيبان سليمة، يعني اللي دخل ده دخل بمحض إرادة صاحب المكان، أو برغبة صاحب المكان. مفيش أثر لا تكسير ولا أي عنف على شباك أو باب أو أي حاجة. طبعا برضو دي كلها أقاويل، ما الناس مش نايمة، ما رجال الشرطة دول مش بيدرسوا هباء، دول فاهمين. طبعا فوقوها أكتر من مرة وحاولوا يلبسوها، ولأن كل شوية مية عليها مية عليها. المهم عسكري هو بيتفحص كده في الأوضة شاف عقب سيجارة، عقلة سيجارة مرمية على الأرض. ما لحقتش ان هي تكمل، يعني عارفين ما لحقتش تكمل، يعني شرب نفسين منها تقريبا، هي وقعت على الأرض اتطفت، ما لحقتش. خدها بدون لمس طبعا علشان يحقق يشوف ايه ده. وكلم راجل المباحث وقال له في كذا كذا. قال لها انت بتشربي سجاير؟ قالت له لا. جوزك بيشرب سجاير؟ قالت له ولا بيحطها في بقه، الله يرحمه ما كانش ليه في السجاير خالص. جوزي ده كان آية ملوش في السجاير. قال لها تمام. السيجاره دي بتاعت مين؟ دي كانت موجوده جنب السرير. بتاعت مين؟
هنا بقى الزوجة قعدت تتلعثم في الكلام او تتهته في الكلام، مش فاهمين ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، ومش عارفة تتكلم ولا عارفة تقول. المهم الضابط بعد الحاح شديد وتضييق الخناق عليها، اعترفت ان هي على علاقة بعمها، وان هي بتحبه عفوا حب الجنون وما تقدرش تستغنى عنه. تالي جابوا العم قال انا بحبها، كنت عايزه اتجوزها، والشرع ده ظالم، وقعد يتكلم كلام هستيري جامد جدا. ايه يعني ان احب بنت اخويا؟ إيه يعني ان امارس الرذيله مع بنت اخويا؟ انا بعشق بنت اخويا. وقعدوا ايه طبعا الكلام غير منطقي، وحكوا بقى اللي انا حكيته كله، وازاي ومش ازاي، والقصه دي كلنا عارفين ان ده يبقى زنا محارم. طبعا هي القضية متداولة دلوقتي في المحاكم، وإن شاء الله هنعرض عليكم الحكم النهائي إيه، وإن شاء الله ياخدوا القصاص العادل. كلنا عارفين إن الزنا زاد قوي، وزنا المحارم زاد قوي قوي. معرفش ليه، معرفش العملية وسعت كده ليه. قوة ما عادش فيه إيمان، قوة الضعف في البني آدمين بقت كتير. البني آدمين بقت ضعيفة ضعيفة جدا. هي دي قصة النهاردة اللي جاية لكم من ملفات القضايا اليومية في المحاكم. وإن شاء الله هنتابع معاكم القصة دي انتهى فيها إيه، أو حصل إيه، أو اتحكم بإيه. وشكرا لكم، وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.